السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ وحشتوني جدا جدا جدا. جايبه لكم النهارده بانمي جامد جدا 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 وجديد جدا جدا جدا. بيحكي عن قصه شاب مدمن الالعاب اللي بتنقله للعالم الافتراضي، وبيعيش فيها حياه البطل من حيث القتال والحماس والحب وكل حاجه تتخيلوها في اللعبه. وبيكون مدمن جدا للعب اللي بيكون فيها ثغرات واخطاء، ومش بيخرج من اللعبه غير لما بيخلصها، وبيقضي على الوحش كمان اللي فيها، لحد ما حد بيقترح عليه ان هو يجرب لعبة جديدة ومشهورة جدا ما فيهاش اي اخطاء وبتكون قوية جدا. وصاحبنا فعلا بيتحمس للفكرة وبيقرر ان هو يدخلها ويعيش فيها كل التفاصيل. بس المنحوس منحوس بيدخل اللعبة وبيظهر ليه وحش اسطوري مش موجود في اللعبة اصلا، وبيبقى مش عارف يعمل معاه ايه. تعالوا بقى نشوف الانمي الجامد ده ونعيش مع صاحبنا الإثارة والحماس والأكشن بتاعه. بس قبل ما نبدأ، ما تنسوش تصلوا على الحبيب في الكومنتات، وتحطوا لايك وكومنت للفيديو، وتشتركوا في القناة ولسه ما اشتركتوش. ويلا بينا نبدأ الحدوتة. بيبدأ الانمي بتاعنا ببطل خارق بيحارب وحش عملاق، وبيكون بيحاربه في عالم افتراضي جوه اللعبة، وبتكون في أميرة عمالة تشكر فيه عشان خاطر خلصهم من الوحش العملاق ده. بس عكس المتوقع بيحصل، بيقول لها أنا أخيرا خلصت من اللعبة ديت بعد عناء كتير، بس قبل ما أمشي لازم أعمل حاجة مهمة جدا. وهوب دبل كيك بينزل عليها ضرب فين يوجعك، وبيقول لنفسه انت بالنسبة لي أوحش من الوحش العملاق ده مليون مرة. وبيكون مستمتع جدا وهو بيضربها. ليه كده يا حبيبي؟ مالك في ايه؟ عملت لك ايه ده كله؟ وبنرجع بقى للعالم الحقيقي، وبنشوف بطلنا رايكو مبسوط جدا 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 ان هو خلص اخيرا على اللعبة ديت. وبنعرف ان هو بيحب يلعب الالعاب البايظة دي او فيها ثغرات جدا، وعنده منها اعداد كتيرة جدا مهولة، وان هو بيستمتع جدا لما بيقفلها، وبيكون مدمن الالعاب ديت وبيحس فيها بقوته على عكس الواقع اللي هو عايشه. وبنعرف ان الالعاب دي بتحسسك فعلا ان انت عايش جوه اللعبه ديت بكل تفاصيلها. وصاحبنا بيحس بعد ما بيخلص اللعبه احساس المسجون اللي اخد اخيرا افراج، وبيسأل نفسه يا ترى ايه اللعبه الجايه، ويا ترى هتكون ممتعه ولا لا. وبعد كده بيجهز نفسه عشان خاطر يروح على المدرسه، وبيسلم على مامته وبيروح يمشي المدرسه. وهو في المدرسه بيكون نايم على نفسه خالص بسبب اللعب الكتير في الالعاب. وبنشوف بنت بتكون بتراقبه وكانت عايزة تكلمه بس مكسوفة جدا وشكلها بتلفلف عليه. وأول ما بتروح تكلمه بيجي واحد صاحبه وبيكلمه وبياخده وبيمشي وبيسأله على آخر الأخبار في اللعبة. يا عيني عليك يا بنتي، كسفتي كسفة صعبة جدا. نروح بقى لمحل الألعاب اللي صاحبنا بيجيب منه الألعاب، وبيكون في بنوتة بتكون صاحبة المحل، وبتكون بتلزق البوسترات بتاعت الألعاب الجديدة اللي نزلت. وبتيجي البنوتة اللي كانت بتلفلف على صاحبنا في المحل، وبنعرف إن اسمها ري، وبتسأل على صاحبنا، وبتعرفها صاحبة المحل إن هو لسه مجاش ومش هيجي غير لما يخلص اللعبة اللي معاه. وهوب دبل كيك وهما بيتكلموا بيدخل عليها صاحبنا وبيسألها على الألعاب البايظة بتاعته وإن في حاجة جت جديدة ولا لأ. وهوب البت ري بتكون فص ملح وداب من قدامه اختفت خالص، وبتسأله صاحبة المحل لو انت خلصت اللعبة اللي معاك ولا لسه. بيعرفها ان هو خلصها، وان هي قد ايه لعبة وحشة جدا جدا، وان اكتر حاجة فيها وحشة هي الأميرة، وهي اصلا السبب في بوظان اللعبة، وان هي كانت بترمي كل اخطائها على الوحش العملاق، وان هو انتقم منها وضربها قبل ما يخرج من اللعبة، وان هو كان مبسوط جدا جدا وهو بيعمل كده. وطبعا صاحبتنا ري بتكون مستخبية وبتراقبه من بعيد وسامعة كل حاجة، وبتقترح عليه صاحبة المحل ان هو يجرب اللعبة الجديدة ديت، وان هي كويسة جدا ومفيهاش اي اخطاء، وبتقوله ان اللعبة ديت مشهورة جدا جدا وكل الناس بتشكر فيها. فبيقرر صاحبنا ان هو يعمل سيرش عليها الاول قبل ما يجربها، وفعلا بيروح يشوف التعليقات اللي عليها، بيلاقي كل الناس اجمعت ان هي فعلا جبارة. فبيقرر صاحبنا ان هو يجربها ويدخل اللعبة، وبتبدأ اللعبة تعرفه عن مؤسسها وعن الشركة اللي صنعها، وإن هي شركة كبيرة جدا جدا وليها فروع في كذا مكان. وبيبدأ صاحبنا يختار الشخصية اللي في اللعبة، وبيكون عكس اللعبة التانية فيها تفاصيل كتيرة جدا يقدر يختار منها واختيارات أكتر، مش زي اللعبة الكحيانة التانية اللي كان بيلعبها. وبيختار صاحبنا شخصية راجل عريان ولابس وش طائر، وبنعرف ان هو اختار يكون شخص عريان عشان في اللعبة بيقدر يتخلى عن كل هدومه مقابل ان هو ياخد بدلها سلاح. وبنعرف ان هو بيستخدم اسم موحد في كل اللعب اللي بيلعبها، وبيكون اسمه سينرايكو.
وبتظهر ليه بعد كده مقدمة عن اللعبة وتفاصيلها، بس هو مش بيهتم وبيتخطى المقدمة زي حالتنا بالظبط. وبعد كده بينتقل للعبة وبيلاقي نفسه في وسط غابة، وبيتفاجئ من الغابة جدا لأنها بيحسها إن هي فعلا حقيقية، على عكس الألعاب التانية اللي كانت جودتها رديئة، بتكون كأنها رسومات مش أكتر. وبيبدأ يستكشف اللعبة وبيفتح الخريطة وبيلاقي نفسه في وسط الغابة، وفي مدينة قريبة منه اسمها مدينة البداية. وبيسأل نفسه أنا ليه نزلت في وسط الغابة ومش نزلت في مدينة البداية. بس اللي ما يعرفوش إن مش شرط اللاعب ينزل في مدينة البداية، وإن هما ممكن ينزلوا في أي مكان عادي. فبيقرر صاحبنا يروح على المدينة ويستكشف الغابة كمان، وبيفتح قائمة الخصائص وبيشوف مهاراته ايه. وهو بيشوف القائمة هوب دبل كيك بيهجم عليه حيوان مفترس، بس صاحبنا بيقدر يفادي هجومه بكل براعة. وبيقرر يهجم عليه تاني برضه، بس صاحبنا برضه يفادي هجومه بسهولة، وبيهجم عليه هو وبيقدر ان هو يموته، وبيقع منه كمان فاس. فبيقرر صاحبنا على طول ان هو ياخده ويستخدمه في القتال بتاعه. وبيلاقي كمان ان مستواه ارتفع من 1 ل2، وبيسمع صوت حد مستخبي في الزرع، وبيقول لنفسه ده اكيد حيوان مفترس. وبيقول لنفسه انا ما بحسش بالشعور ده غير في اللعبة، شعور المخاطرة والحرب والقتال والاندفاع والاكشن ده غير جوه اللعبة. فبيقرر ان هو يقف يستنى هجوم الوحش ويستمتع بالمخاطرة براحته. وهوب فجأة بيهجم عليه أرنب، وبيكون قوي جدا 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 لدرجة ان هو بيدمر الشجرة اللي وراه. وبيقول صاحبنا لنفسه ان هو لو ما كانش اتفادى الضربة ديت فكان زمانه دلوقتي ميت. وبيهجم الأرنب تاني عليه وبيكون سريع جدا جدا، بس صاحبنا بيقدر يتفاداها برضه. والأرنب برضه مش بيسيبه وبيقرر يهجم عليه تاني، بس صاحبنا بيقدر ان هو يضربه ببطنه ويوقعه على الأرض. وبيقوم الأرنب من تاني، وصاحبنا برضه بيقدر ان هو يخلص عليه بالخنجر بتاعه بس بعد عناء مع الأرنب. وبعد ما بيقضي عليه بيلاقي نفسه ارتفع مستواه من مستوى 2 لمستوى 4، لأن الوحش المرة دي كان أقوى. وبيتمنى صاحبنا ان السكينة اللي كانت مع الأرنب تقع منه، بس للأسف مش بتقع منه. وبتظهر ليه شاشة مكتوبة فيها ان هو اكتسب مهارة جديدة، وهي مهارة القتال السريع. وبيعرف ان هو مع كل قتال بيكسب مهارات اكتر. وبيتبسط جدا باللعبة ديت لانها عكس اللعبة الكحيانة اللي كان بيلعبها قبل كده. وبيتحمس اكتر، وبيقرر ان هو يروح يدور على أرانب تانية عشان خاطر ياخد منها السيف بتاعها. وهو ماشي في الغابة بيقابل أشكال وأنواع من الحيوانات المفترسة والوحوش، وبيقدر يخلص عليهم وبيكتسب منهم مهارات، وكمان بياخد الأسلحة بتاعتهم. وبيقول أنا لازم مضيعش وقت أكتر من كده وأروح على المدينة. نروح بقى إحنا على المدينة، وبنلاقي لاعب شكله قوي جدا جدا جدا، وبيكون لابس أحدث وأحسن الأسلحة اللي في اللعبة. وبيكون كل اللعيبة بيبصوا عليه، مش متخيلين لاعب قوي كده معاهم في المدينة. وبنعرف إن هو بيدور على صاحبنا، بس يا ترى بيدور عليه ليه؟ فكرتوا مين بقى اللاعب ده؟ أيوان صح، صاحبتنا راي جاية تدور على حبيب القلب جوه اللعبة. نرجع بقى لصاحبنا، وهو وصل عند بوابة المدينة وبيلاقي تعبان عملاق وشكله مخيف جدا واقف بيحرس البوابة، وإن هو المفروض صاحبنا يقتله عشان خاطر يقدر يدخل المدينة. ومن غير تفكير كتير بيجري عليه عشان خاطر يقتله يدخل المدينة. وبيحاول الأول يفهم هجمات التعبان، وفعلا بيقدر يحفظها. وبيجري عليه تاني عشان خاطر يضربه بالسكينة، بس بيكون جسم التعبان صلب جدا والسكينة مش بتأثر فيه، دي كمان بتتكسر. فبيقرر صاحبنا يستخدم على طول السيوف اللي خدها من الأرانب وبيهجم عليه، بس التعبان بيقدر يتفاداها. وبعد كده صاحبنا بيحاول ان هو يطير ويضرب التعبان في راسه لانها نقطة ضعفه الوحيدة، بس للأسف التعبان بيمخ فيه سم وبيقع صاحبنا على الأرض. وبيشوف صاحبنا ان السم أثر فيه جامد، وان المؤشر الحياة بتاعه بيقل كل 10 ثواني 1%. فبيقرر صاحبنا ان هو ميضيعش وقت اكتر من كده، وبيقول لنفسه انا لازم اخلص على التعبان ده بأسرع وقت. وبيقدر يهجم عليه أكتر من مرة، والتعبان بيقدر يتفادى هجماته بسهولة. وصاحبنا بيجيب آخره منه وبيفعل تقنية عنده قوية جدا وهي الاختراق، وبيقدر يسيب التعبان في بطنه. وبتوجع جدا التعبان بس بيفضل يقاوم لحد ما صاحبنا بيقرر انه يهجم عليه آخر هجوم، وبيستغل الجرح اللي في بطنه وبيهجم على راسه عشان خاطر يخلص عليه. بس التعبان بيكون قوي جدا ومتدرب جدا جدا ومش بيديله فرصة، وبيقدر ان هو يهدف صاحبنا بعيد عنه، وبيقدر كمان ان هو يشفي بطنه بكل سهولة. وكده صاحبنا رجع لنقطة الصفر من تاني، وطاقته كمان بتخلص بسرعة بسبب السم. بس صاحبنا بيجمع قوته وبيقرر ان هو يهجم تاني على التعبان في وشه المرة دي، وهو وحظه بقى. وفعلا بيقدر يوصل لوش التعبان اخيرا، والتعبان بيفتح بقه عشان خاطر ياكله، بس هو بيستخدم سيوفه عشان خاطر يمنعه. وبيقدر ان هو يضربه اخيرا في عينه ويخلص على التعبان. ايه الجمدان ده يا ابني والله.
وبيلاحظ كمان إن مستواه ارتفع من 12 ل14، وبيكون مبسوط جدا بالانتصار ده، وبيتغر جامد في نفسه. بيقول أنا كده شكلي هقفل اللعبة دي بكل سهولة، وبيقرر إن هو ياخد الحاجة الوقت من التعبان ويضيفها لمهاراته. وهنا بتكون الصدمة إن مؤشر الحياة عنده بينزل بسرعة، وبيعرف على طول إن هو لازم يلحق يجري على المدينة عشان ياخد الترياق، وبيطلع يجري بأقصى ما عنده عشان يوصل للمدينة ويشتري مضاد السموم عشان يشربه قبل ما يموت. وبنروح بعد كده لولد وبنت حبيبة واقفين بيتكلموا قدام باب المدينة، وبيشوفوا صاحبنا وهو طاير عليهم، والبنت بتخاف منه جدا وبتقرر تهجم عليه. بس الواد اللي معاه بيمنعها، وبيعرفها ان هو لاعب زينا بس مسموم، وان هو بيجري عشان خاطر يلحق نفسه قبل ما يموت. فبيقرر على طول ان هو يساعده ويرشده على الطريق، وبيعرفه ان هو يجري على الفندق اللي هناك ده وياخد سرير وينام عليه قبل ما يموت، ويحفظ المستوى بتاعه. الا كل المستوى اللي هو وصله ده هيروح بسبب ان هو محفظهوش. بيشكره جدا صاحبنا، وفعلا بيطير على الفندق عشان خاطر يلحق نفسه، وبيدخل الفندق وبيطلب من الموظفة أوضة بسرعة، وبيطلع بأقصى سرعة عنده على السرير وبينام عليه، وبيحفظ الحاجات اللي عملها في اللعبة. بس برضه السم بيكون لسه في جسمه وبيموته، وبيرجع صاحبنا للحياة من تاني. بس بيكون مبسوط جدا جدا ان هو لحق يحفظ اللي وصله قبل ما يموت، وبيكون في قمة الإثارة والانبساط والحماس، وبيقول لنفسه ان ده أحسن لعبة لعبها في حياته لحد دلوقتي. فبيقرر يرجع تاني ويدخل اللعبة، وبينزل المرة دي في المدينة، وبيقرر ان هو محتاج شوية أسلحة عشان خاطر يساعده في القتال. بس بيلاحظ ان كل الناس بتبص عليه عشان مش لابس هدوم، وكمان حاطط ماسك الطائر ده. فبيقرر صاحبنا على طول ان هو يروح يجيب لبس، وفعلا بيشتري لبس رخيص جدا لانه مش فارق معاه اصلا المنظر قد ما فارق معاه القوة. وبيطلع بعد كده على محل الأسلحة عشان خاطر يشتري أسلحة، وبيشوف قائمة الأسلحة اللي عند الراجل بس مفيش حاجة بتعجبه. وبيقترح عليه صاحب المحل ان هو يعمل له أسلحة اللي هو عايزها، بس محتاج منه ان هو يجيب له الخامة اللي هو يعمله بيها الأسلحة. وفعلا صاحبنا بيوافق على طول، وبيفتح الخريطة المكان، وبيعرف مكان الأحجار وبيقرر يروح عليه. وبيكون مكان الأحجار في المستنقع، وبيكون طينة لزجة جدا، وبيتضايق جدا صاحبنا منها، والجو كمان بيكون حر. ومش بس كده، ده كمان بيظهر ليه ضفدع بيكرهه في حياته، بيفضل يطرطش عليه طينة لحد ما صاحبنا بيجيب آخره منه، وبيروح يقتله بالفاس بتاعه. وبياخد بعد كده المعادن وبيروح على محل الأسلحة، والراجل بينبهر جدا بالأحجار اللي معاه، وبيعملوا منها أسلحة قوية جدا جدا جدا. وبينصحوا صاحب المحل إن هو ما يروحش المستنقع بالليل عشان خاطر الوحوش بتكتر هناك. بس صاحبنا بيقول لنفسه ده عز الطلب. نرجع بقى لصاحبتنا ري وهي عند بوابة المدينة، وبتلاقي تعبان تاني بيحرس البوابة، وبتستخدم قوتها عليه، وبتقدر تخلص على التعبان بضربة واحدة بس. شكلها قوية جدا البت ديت، هي بقت قوية كده ازاي وامتى؟ نرجع بقى لصاحبنا، وبيكون فعلا رايح المستنقع وبدأ في محاربة الحيوانات والوحوش، وفعلا بتكون كتيرة جدا جدا بالليل، وبيفضل يحارب فيهم عشان خاطر يعلي من مستواه ويبقى أقوى بسرعة، وبيكون مبسوط جدا. بس يا فرحة ما تمت، بيظهر ليه خيال وحش كبير جدا، وبيستخدم الانفجار وبيخلص على كل الوحوش الموجودة في المكان. وبيظهر بعد كده وحش أسطوري، وبيقرر يهجم على صاحبنا، وصاحبنا بيخاف جدا منه لأنه فعلا مش هيقدر على الوحش ده بسهولة لأنه قوي جدا. بنروح بعد كده المكان مفتوح فيه شاشات كتيرة جدا، وبنعرف إن المكان ده هو مؤسس اللعبة، وبنعرف كمان إن اللعبة دي مفيهاش وحوش أسطورية، وإن الوحش ده مش مسجل أصلا في اللعبة. أمال هو دخل اللعبة دي إزاي؟ وجاي عند صاحبنا صدفة ولا صاحبنا هو المقصود؟ كل ده هنعرفه أكتر في الجزء اللي جاي من حكاية رايكو. ما تنسوش بقى تحطولي لايك وكومنت اللي بيفرحني جدا وبيشجعني استمر، وتصلوا على النبي في الكومنتات، وتشتركوا في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وتكتبوا ليا في الكومنتات عايزين الخص ليكوا انمي تاني ايه. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.